الله والصلاة والسلام على رسول الله. كثر الحديث في وسائل الإعلام عن وجود دواعش بمنطقة تازربو قاموا بإقفال إذاعة القرآن الكريم الموجودة فرع الهلال الأحمر تازربو، وعن هذا اللغط نستضيف السيد محمد عمر المهدي مدير فرع الهلال الأحمر تازربو. وللتوضيح عن هذا الموضوع لك الكلمة سيدي الفاضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الهلال الأحمر تازربو عندما تكونت البلدية وقبلها المجلس جونا صراحة جو الهلال وقالوا لنا نحن في أزمة من مقرات، ساعدونا بمقر صراحة، وقلنا لهم خلاص نحن مش مشكلة، من أجل البلاد ومن أجل المصلحة العامة نجروا لكم المقر هذا، وأجروه من 2012 إلى حد ما انتهى العقد. انتهى العقد في 28/2 في 2015 كان منتهي العقد. جينا للأوقاف قلنا لهم يا جماعة دوروا مكان، ونحن صراحة عندنا له أزمة مالية صراحة، وعندنا موظفين يبقوا مرتبات، وطبعا العقد انتهى، ودبروا مكان تقعدوا فيه لأن البلدية خلاص نهت العقد. قالوا لنا به اعطونا مده شوي 15 يوم، اعطيناهم بعد اعطونا مده اخرى، يعني مشات يعني 3 شهور، يعني تو 3 شهور وهو يعني اعطينا لهم بدون اي مقابل. بعدين جيناهم مع الشباب يطلعوا صراحه، تمردوا مع الشباب يطلعوا، يعني مشينا البلديه، كلمنا البلديه قلنا انتم صاحب الشام، انتم اللي دفتوا معنا العقد، وطبعا نبوكم تدبروا الجماعه ذوما طلعوهم، وهم راه مخصص لهم، يعني سمعنا انه مخصص لهم مكان من وعاطين منحينهم مكان في الارصاد الجويه ولا وهذه الرساله اللي درت لهم صوره منها اللي هي وجهتها لهم البلديه من خلال المقر. ممكن تقراها؟ اقراها شوف. السيد مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية تازربو، بعد التحية نود أن نعلمكم بأن عقد الإيجار المقر الإداري المبرم مع شعبة الهلال الأحمر تازربو والمستغل من طرفكم قد انتهى بتاريخ 28/2/2015، وعليه ولحاجتهم الماسة إلى هذا المقر لاستغلاله في الأمور الطبية لتقديم خدماتهم للمواطن لهذه البلدية، لذا اتخذت إجراءاتكم الفورية بإخلائه وتسليمه لهم باعتبار وجودكم به حاليا غير شرعي نظرا لانتهاء العقد المبرم معهم بالخصوص. والسلام عليكم ورحمة الله. إبراهيم جيد الله فرج، عميد بلدية تازربو. وتصديقا لحديثك سيدي الفاضل، ومنذ شهرين تم منحي مقر الأرصاد الجوية تازربو للأوقاف في الوقت الذي تم الاتفاق باستغلاله كمقر الإذاعة تازربو المحلية. السؤال المطروح: لماذا لم يتم نقل إذاعة القرآن الكريم إلى مقر الإرصاد الجوية تازربو؟ سيد الفاضل، هل وصلتكم أي تهديدات من جماعة أو أفراد أخرى للأوقاف والإذاعة القرآن الكريم تازربو؟ لا طبعا، نحن ما جاءناش هي تهديد، نحن عبارة عن عقد انتهى معهم، ولنا الحق لأن علينا التزامات مالية، والبلدية ما خلاص وقفت الإيجار وتم يعني صراحة. لكن بالنسبة للتهديدات هذه ما فيش تهديدات، ولا عندنا زي ما حكانا الإذاعات اللي في تازربو به داعش، هذا مستحيلات من المستحيلات. نحن تازربو الحمد لله منطقة آمنة والناس عارفة بعضها كلها، وحتى سيارة تدخل من تازربو تكون مش من تازربو نعرفها، يعني الناس عارفة بعضها وكل شيء. ما عندناش أي الحمد لله لا دواعش ولا عندنا أي تشكيلات أخرى، الحمد لله الشرطة والجيش اللي عندنا هنا كلهم تبع الشرعية، ما فيش أي برنامج. ولكن صراحة نحن لومنا على الإذاعات اللي يسمع في كلام الناس في الصف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يشهروا بالناس. صراحة أنت يا سيدي صاحبك هذا كانوا كلامه صح، خليه يجي على الإذاعات يتكلم، مش من تحت يبدأ يدير في فتن في البلاد ويدير في حاجات مش مضبوطة. صراحة هي تعتبر فتن، مشاكل تبدأ. احنا ما عندناش ولا أي مشاكل أخرى الحمد لله في تازربو. ونحن الله غالب، نحن لما جونا جماعة الإعلام وقالوا لنا وضحوا
البرنامج، لأن احنا جمعية صراحة حيادية وما لهاش داعي للسياسة بالكل، لكن احنا نوضح للناس ان الكلام هذا ما فيهش بالكل. وهذا شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله. نأمل أن نكون قد أوضحنا صورة للمشاهد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.